أيها المسلمون، الوقفة الأولى أقفها مع من يسر الله لهم الحج ومع من وفقهم الله لأداء مناسك الحج، ليعلموا أن هذا توفيق من الله. إن وفقهم لإقامة الحج فهي عبادة عظيمة ومنزلتها في الشريعة كبيرة، وحاجة الناس إلى إقامتها معلومة، فهي من الفرائض الواجبة على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع. فإن يسر الله لك الحج فأنت بحاجة أن تعود إلى بلدك بعد حجك وأنت على خير أكثر، وعلى محافظة على الصلاة أعظم، وعلى بر والدين أوفر، وعلى حسن معاملة الجيران أعظم، وعلى الرحمة بينك وبين المجتمع أوفر، وعلى حرصك على البعد عن الذنوب وعن المعاصي والآثام. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. فإذا ذهب الحاج لحجه وعاد إلى بلده قاطعا للصلاة، أي حج قامه هذا؟ إذا ذهب إلى الحج ورجع عاق لأبيه ولأمه، ماذا استفاد هذا من حجه؟ إذا ذهب إلى الحج ورجع وقلبه قاس على مجتمعه وعلى إخوانه، أي حج حمله هذا؟ وأي شعيرة قام بها هذا؟ إذا ذهب إلى الحج ورجع يتعامل بالمخالفات كالسرقة وغيرها، أي حج يحمله هذا؟ فليحرص من من الله عليه بالحج أن يرجع إلى أحسن حال وإلى أفضل طريق وإلى أعظم سبيل. الرحمة تعلوه والرأفة تخطوه، قلبه رحيم ويده سليمة ولسانه سليم من الغيبة، من النميمة، من الخيانة، من الكذب، من الغدر، من المكر. هذا إن أراد أن يجعل الله حجا صحيحا مقبولا. فإن من علامات قبول الأعمال أن يرجع الحجاج إلى أحسن حال وإلى أفضل حال، لأنه أتى بفريضة إن كانت عليه فريضة، أو أتى بسنة إن كان الحج مسنونا في حقه، وقد حج حجة الإسلام.